أكبر خطأ نسمع من بعض الناس لفظ يقول الله تعالى يقول اسعى يا عبدي واسعى معك. لحظة، هذه آية؟ ترى لا هي آية ولا هي حديث، لا تفتري على الله كذبا. الله أمرنا أن نسعى في الأرض ونمشي في مناكبها، أما تقول قال تعالى هذا ما يجوز. البعض من الناس نسمع يقول فلان ما يرحم وليخلي رحمة الله تنزل. أعوذ بالله، من الإنسان المخلوق اللي هو يمسك رحمة الله؟ ما حد يمسك رحمة الله تعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللفظ هذا محرم وما يجوز نقوله. البقية بحياتك والبقى بروسكم، والله يجعلها آخر الأحزان وانتقل إلى المثوى الأخير. يا أخوان الكلام هذا كله غلط. الصحيح تقول عظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم، لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب. هذا اللي ثبت. يا كثر ما نسمع قول بعض الناس لا كلام ولا سلام عن الطعام. لا، في كلام وفي سلام، نخالف اليهود والنصارى، لكن ما تقوم تسلم، تتكلم لكن فهمك ما في طعام، يكون من باب الأدب. البعض أيضا عند قراءة الفاتحة يخطئ خطأ عظيم، يقول صراط الذين أنعمت عليهم. شفتوا الفرق؟ هي صراط الذين أنعمت. إذا قلت صراط الذين أنعمت، قال العلماء منه الإمام ابن عثيمين الصلاة باطلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الملاحظ من بعض الناس اعتقاد أنه لازم يغسل دبره قبل كل وضوء، وهذا غير صحيح وما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يقول احتياطا خرج مني صوت أو ريح. أطهر الخلق النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ وصلى، بل جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قام من النوم، قايم النوم، توضأ وصلى. البعض يسأل يقول ما حكم تكرار قراءة السورة الواحدة في الصلاة نفسها؟ يعني أقرأ في الركعة الأولى قل الله أحد والثانية قل الله أحد. يقول العلماء يجوز للمصلي أن يكرر السورة الواحدة في الصلاة نفسها، والدليل على هذا كما جاء في سنن أبي داود أن رجل من جهينة سمع النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيهم الصبح عليه الصلاة والسلام أي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة وقرأ في الركعة الثانية الزلزلة في الصلاة الواحدة، كرر السورة، يدل على الجواز ولا حق. من أخطاء بعض الناس إذا بيلبس الحذاء يلبسه وهو واقف، من السنة أنك تنزل وتلبس حذاءك وأنت نازل جالس، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من الأخطاء الشائعة، نبه الناس وطبقها أنت أول واحد وخلي الناس تشوفك. نسمعها كثيرا وعلى نياتكم ترزقون. الإشكال أن بعض الناس تظن أنها آية أو يمكن حديث، ليست آية ولا حديثان. لو قالها هكذا لا حرج، لكن تقول قال الله تعالى أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محرم ما يجوز. حتى أنا قرأت كاتبين قال الله تعالى وعلى نياتكم ترزقون، أعوذ بالله. الأمر الآخر قد تكون نيته أطيب مني ومن كثير من الناس، وما رزق يعني نيته ما هي طيبة، أما الاعتقاد على نيتك ترزق هذا غير صحيح. ونصيحة لا تنشر أي معلومة حتى تتأكد من صحتها عشان ما تأخذ إثم بدال الأجر. بعض الناس يقول يا أخي أكثر الناس يقولون ماذا قال الله تعالى؟ يقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. مو مقياس الكثرة، مقياس الدليل والحق. فلان ما يستاهل، إذا ابتلي ولا نزلت عليه مصيبة أو صار عندهم حادث لا قدر الله، والله ما يستاهل شرعا، ما يجوز تقول الكلمة هذه. الله تعالى إذا ابتلى أي إنسان إما رفعة له أو تكفير السيئات، فالله كل شيء من عنده. مشكلتنا نعاني منها الكل يفتي، كل الناس تفتي، وبعضهم يستحي أن يقول الله أعلم. أختي الكريمة أخي الكريم، لا يجوز أنك تقول شيء ما تدري عنه، حرام، والقول على الله بغير علم كبائر الذنوب. احذر، قل الله أعلم. أول ما ننتهي من الصلاة بعدنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شنو؟ استغفر الله استغفر الله. شنو استغفر الله؟ هي استغفر الله استغفر الله. ايش قاعد تقول؟ أي لغة هذه ما فهمناها. الصحيح استغفر الله استغفر، افصلها حتى تكون أذكار نبوية. بعض البيوت يعلق على الجدار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة والعبارة فهمها بعض الناس خطأ. يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله صاحب النعمة يقولها إذا جلس في بستانه أو دخل في داره. يعني مثل ذلك أنا قاعد في بستاني أنا أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والدليل قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، دخلت بستانك بيتك قلت ما شاء الله، أي بالنعمة هذه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن أنت تشوف بستاني تشوف بيتي تقول اللهم بارك له بارك عليه. هذه مزرعتك، هذا بيتك، إيه هذا بيتي، اللهم بارك له بارك عليه، هذه هي السنة. أما أنت تطالع بيت تقولي ما شاء الله، بيتك ولا بيتي؟ بيتي أنا أقول ما شاء الله، أنت تقول لي ادعوا لي بالبركة، اللهم بارك له وبارك عليه، هذه هي السنة. والقول الصحيح يقول ما شاء الله. كلمة محرمة نسمعها، يقول البعض والله على ما يشاء قدير. طيب واللي ما يشاء ما يقدر عليه؟ والصحيح والله على كل شيء قدير، الله يقدر على كل شيء. على ما يشاء خطأ ولا تقولها. في خطأ نشوفه قبل الصلاة أن بعض الناس يصلي وهو رافع الكم ويصلي بالطريقة هذه، هذا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أنك ترفع الكم في الصلاة، لكن لو كان نص كم يجوز، لكن الفنين العلاق ما يجوز تصلي وكتفك بائنة، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
لا حول الله، لا حول الله، أعوذ بالله. كيف لا حول الله؟ هي لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تقول لا حول الله يعني الله ما له حول. نيتي طيبة، نيتك طيبة، عدل لسانك وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. البعض من الناس دائما بعد التثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يضع يده، هذه يد يسرى ما تضع باطنها، لأن باطن اليسرى تغسل فيه النجاسة، باطن اليمنى لا حرج، أو ظاهر اليسرى، وتكظم ما استطعت. طيب بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ديننا كامل صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فليكظم فإن الشيطان يدخل. الاستعاذة ليس لها محل. من باب الفائدة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتثاءب ولا يحتلم، لأن الله عصم من التثاؤب ومن الاحتلام، كما قال ابن حجر رحمه الله. الناس سوى معصية ولا عصب أو يتذكر شيء يلعن الشيطان، الله يلعن إبليسك أو يلعن الشيطان، وإذا لعنت الشيطان يكبر ويتعاظم يصير مثل البيت. والصحيح الله تعالى قال لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والرسول قال لا تسبوا الشيطان. سمعت كلمة من واحد قال شوف فيصل أنا معتمد على الله وعليك، متوكل على الله وعليك، هذا لفظ محرم ما يجوز. يقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامك محرم. طيب نيته طيبة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها نيته طيبة قال يلقى بها في النار أبعد مما بين المشرقين. معاذ بن جبل صعق قال يا نبي الله يعني معقولة أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ امسك لسانك. لما قال الصحابي ما شاء الله وشئت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. تقول أنا معتمد على الله وعليك، هذا حرام. تقول معتمد على الله ثم عليك. والبعض من الناس يقول طيب أنا نيتي طيبة. نيتك طيبة لك لفظك غلط، لفظك محرم ما يجوز. إذا قل معتمد على الله ثم عليك. إذا عطست وقلت الحمد لله، ناس يقول لك ارحمكم الله، شو تقول؟ بعض الناس يقول يهدينا ويهديكم الله، خطأ. الصحيح تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أما يهدينا ويهديكم الله خلاف السنة. كلنا يعلم أن من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، والحديث في صحيح الجامع وصح الإمام الألباني. السؤال متى يجوز قراءة سورة الكهف؟ هل أقرأها من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة ولا من مغرب الخميس، لأن الليلة تسبق اليوم في السنة كلها؟ لو قرأت الكهف في ليلة الجمعة يعني من مغرب الخميس إلى مغيب شمس الجمعة أجزأك هذا. والدليل قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين، وفي رواية ما بينه وما بين البيت العتيق. فتقرأها من السنن وأبشر بالأجر إن شاء الله تعالى.